السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وصحة فطوركم. وصفتنا لنهار اليوم جبت لكم لي صابلي العادي بصح بنان. واش نقول لكم، يتفتتوا تفتات، يعني باش من العجينه تاعكم ما تجيش مكمشه، ما تجيش تتكسر، باش ما تجيش محروقه، باش تجيكم تاني بيوضه. راح يعجبكم هذه الوصفه، وما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم هكذا باش لا فيديو تاعي يطلع غير بالعقل. نروح نقولوا هنا بسم الله ونبداو. عندي جبت الباطه تاعي هنا اللي فيها 500 غرام مارغرين. انا واش حندير، حنقسمها على زوج، نحتاج غير 250 غرام مارغرين. نحيو هذيك النص نحطوه، نمسح المغرفه تاعي مليح، نحطوها كامل. ورايحه نضيف لها فنجال تاع سكر الناعم. الكاس اللي تستعملوه في الاول راح تكملوا به كامل يعني المقادير. عندي نص كاس تاع الزيت، يعني فنجال. انا يعني كما تشوفوا انا ندير فنجال شويه كبير هكذا. راح نديرهم بالباطيغ ونخدمهم مليح ونرجعهم. هاي لك بعد ما خلطت المارغرين مع السكر تاعي طلعتهم مليح، زدت هنا حبه صفر مع حبه كامله. رايحه كيف نزيد نخلطهم مليح. هنايا بعد ما خلطتهم راح نحي الخلاط ديالي ورايحه نكملوا المقادير اللي قعدون. هنا عندي مغرفه تاع لافاني، ورايحه نحط هنا الفرينه تحطوا غير بشويه، يعني باش ما تجيكمش يابسه، حطوا غير بشويه. كنت تشوفوا ما درت حتى اضافه زياده، درت صابلي عادي. هنا اللي حبيت تضيف الماء زينه من الاحسن نضيفها، انا ما ضفتهاش. ديروا مغرفه تاع خميره الحلويات اللي هي نص باكي. راح ندخل مليح هذيك الفرينه حتى نتحصل على عجينه تكون طريه. نحتاجوا العجينه معروف، يعني شحال مره نقولها لكم، لي صابلي تاعنا يكونوا طريين، هذه تعرفوها كامل باش ما يتكسرش معاكم. كي تجيكم العجينه يابسه رايحه تتفتت وتتكسر. هنا رايحه نحل العجينه تاعي عادي، درت ساشي ورايحه نحلها. حلوها مليح هكا، كي ديروا ساشي راح يساعدكم تاني باش ما تشقق لكمش. حليتها، نحيت هذاك الساشي الفوقاني، جبت المول اللي حندير هذا المول تاع القلب. رايحه نطبع كامل الحبات، طبعوا كامل الحبات، حطوهم كامل في السنيوات وبداو طيبوا عادي. هنا غير تشوفوا الحلوه تاعكم بياضت تنحيوها، ما تخليوهاش ترجع حمراء، لانه الشكل تاعها من الفوق راح يجيكم ماشي شباب كيكونوا حموره، لازم تحقوها بيضه. غير تشوفوا العجينه نشفت نحيوهم ونبداو هنايا نديروا لهم في المعجون. هنا بعد ما نحيتهم كيما راكم تشوفوا، انا من تحت طيبتهم لكن من فوق خليتهم ما شعلتش كامل الفرن من الفوق، شعلته غير من تحت، من الفوق خليتهم بيوضه. جبت المعجون تاعي هكذا ورايحه ندير كامل في الوسط. حبوا ديروا بالمغرفه، تحبوا كيما حبيتوا بالبانسو، يعني عادي. رايحه نحط حبه فوق حبه كيما شفتوها، طريقه بزاف سهله ولكن النتيجه حتخرج لكم هايله. لي صابلي تاعكم راح يجيوكم بنان وراح يجيو تاني غير تشدوهم بيدكم هكذا، تحطوهم في فمكم، تبداو تاكلوا فيهم رايحين يتفتتوا معاكم، راح يجيوكم طريين بزاف، ماحش يكونوا يابسين. هكذا نكملوا بالحبه. ديروا المعجون على الاطراف، ومن بعد ديروا حبه فوق حبه وديروا في وسط يعني في وسط هذيك الدائره هذه. هكذا اللي يعرفوا يديروا لي صابلي راهو باين. وكاين مبتدئات، كاين بنات صغار يحبوا يتعلموا. الطريقه هذه سهله ما فيهاش مكونات كما شفتوا، اقتصاديه وتاني البنه هايله. يعني هذه هي صابلي تاع زمان، خصتها غير شويه مايزينا كما قلت لكم. اللي حبت ديرها، اللي حبت تستغنى عليها كما حبيتوا. هذا مثلا نكملوا الحبات تاعنا كامل. رايحه نحطهم لكم في طبق التقديم، يعني سقموهم مليح ونوري لكم. وهادو هما لي صابلي تاعي، كنت كملتهم زينتهم كامل وحطيتهم في البواط تاعهم. جبت لكم شويه هكذا باش تشوفوهم، يعني جاو ما شاء الله. شوفوا يعني شكلا وذوقا، يعني راح يجيبكم بنان. هذه هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تعجبكم. نتمنى لكم كل خير، الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.